اهلا بيكم في قناتي توما ترند اليوتيوب. النهارده هنتكلم عن تفاصيل العمليه اللي عملتها ندى بنت حمدي ووفاء. زي ما شفنا انتشر من امبارح صوره لندى وفيديو قصير كده على السوشيال ميديا سواء على الفيس او على اليوتيوب ان ندى داخله تعمل عمليه او 3 عمليات في عمليه، وهي اللوز واللحميه وانحراف في الحاجز الانفي. تقريبا دي بيتعمل لها زي تعديل حاجه زي كده. وكانت العملية دي المفروض ان وفاء هتعملها برضو من ضمن العمليات اللي عملتها. لو نفتكر ان وفاء من فترة عملت اللوز واللحمية ساعة ما حمدي بعت لباباها ومامتها وجابهم علشان يبقوا جنبها كنوع من انواع الدعم النفسي، وبصراحة بحييه على التصرف ده مع مراته. كل ما بتبقى في مشكلة صحية معاها بيبعت يجيب لها اهلها يكونوا جنبها، نوع من انواع الدعم النفسي والاحساس ان هي مش لوحدها، وخصوصا ان هم في غربة. ولكن الفرق بين ندى وبين وفاء ان وفاء كبيرة، فالدكتور الدكتور قال لها سوري، وقتها قال لها ان انت عشان كبيرة ما ينفعش تعملي ال3 مرة واحدة، هيبقوا صعبة عليكي، فعملت اللوز واللحمية وأجلت ال3 لوقت تاني. أما ندى نظرا لصغر سنها، دايما السن الصغير بيبقى في أوقات أو في أنواع معينة من العمليات بيبقى أسهل من الكبير، وخاصة مواضيع اللوز. عملية اللوز بتبقى خطر جدا على الشخص البالغ الكبير. فندى عملت ال3 عمليات، ومعروفة عندنا في مصر، معرفش في باقي الدول العربية في الموضوع ده ولا لأ، ان اللي بيعمل عملية اللوز بيعمل معاها اللحمية بالمرة. اللي هو يعني بيقولك ايه، بدل ما يدخل اوضه العمليات مرتين، لا يلا بالمرة نعمل اللحمية كمان. فهي عملت اللحمية واللوز وعملت اعوجاج الحاجز الانفي ده معاها، وكل الموضوع التعب هيبقى في اول 2-3 فقط لا غير. المهم انها تاكل ايس كريم وجيلي وكل الحاجات الساقعه، لان المعروف ان السخن هيخلي العمليه تجيب دم ومش هتلم قوام، لكن الحاجات البارده بتخلي العمليه تلم وتروق بسرعه، ويبقى المريض بدل ما ياخد مثلا اسبوع، لا هياخد 2-3 وهيروق وهيبقى كويس. يا ريت ندعيلها كلنا بالشفاء، ربنا يشفيها ويعفي عنها هي وكل مريض. وبصراحة الواحد لازم يشهد لحمدي ووفاء على تربيتهم لأولادهم. ندى بنت محترمة جدا ومؤدبة ومهذبة وخجولة، هي واخواتها محترمين جدا بصراحة، وكل أحفاد الحاج جابر. وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناة، وبالله عليكم اللايك لأن ده اللي بيدعم الفيديو يخليه يتشاف. واستنوني في فيديو جديد مع توما ترند اليوتيوب.